السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما طيبين وبخير. في أول الفيديو أنا حابة أعتذر لأن أنا صوتي باين عليه متغير شوية، لأن أنا بقالي الحمد لله كام يوم كده تعبانة أنا وولادي. فلو تكرمتوا ما تنسوناش بصالح دعائكم، لأن دعوة الغيب مستجابة بإذن الله. يلا بقى بينا نبدأ موضوعنا النهاردة. احنا هنتكلم النهاردة عن اخطر يوم في حياة اي انسان. طبعا احنا عارفين ان في يوم في حياتنا كلنا بلا استثناء ربنا سبحانه وتعالى كتبه لينا، وهو اخطر يوم بيعدي علينا من ساعة ما اتولدنا لحد اخر يوم في حياتنا. يوم محدش يقدر يهرب منه ابدا، ولا يقدر يأجله، ولا يقدر يغير لحظة واحدة فيه. اليوم ده بقى هو الحقيقة اللي كلنا بنهرب منها طول عمرنا، وهو يوم وفاتنا، اليوم اللي بيقف فيه الزمن ويبتدي الأبد. هو اليوم اللي بتخرج فيه من الدنيا من غير ما تاخد ولا حاجة معاك، لا بناخد فلوس ولا بيوت ولا ناس ولا حتى اسم، بنخرج بعملنا بس، اللي عملته بإخلاص واللي خبيته واللي يمكن نسيته. ربنا كاتب كل حاجة. تخيلوا ان بعد سنين طويلة احنا عشناها تيجي لحظة واحدة بس، كل اللي كنا بنجري وراه واللي كنا زعلانين عليه واللي كنا متعلقين بيه، فجأة كل حاجة بتفقد قيمتها، كل ده بيروح. بتبقى انت قدام رب كريم عادل رحيم حق. بصوا يا جماعة، هو اخطر يوم لانه اليوم اللي بتتشال فيه كل الاقنعة، محدش يقدر يخبي، محدش يقدر يمثل ولا يظهر حقيقة تانية غير حقيقته. اليوم اللي بيبان فيه احنا كنا ايه بجد، نيتنا كانت ازاي، اسرارنا كانت عاملة ايه، خيرنا ذنوبنا، الكلام اللي قلناه، دمعة كسرنا بيها قلب حد او قلب جبرناه، كل ده بيظهر. تخيلوا معايا ان في اليوم ده جسمك اللي كنت بتحاول تحافظ عليه وتهتم بيه وتتألم عشانه خلاص مش هيحس، لكن روحك اللي يمكن عمرك ما اهتميت بيها هي اللي هتبقى صاحية وواعية ومشاهدة كل حاجة. كل لحظة خروج للروح، اللحظة اللي النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه قال عليها إنها أصعب من كل ألم عدى علينا في حياتنا. يا الله، اللحظة اللي فيها الملائكة بتنزل يا إما بوجه يبشرك، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا إما بوجه يخوفك والعياذ بالله. المرعب بقى مش الموت نفسه، لأ، الموت على المؤمن راحة. المرعب إن اليوم بقى ده يجي وانت غافل وانت مأجل وانت عايش للدنيا وبس وناسي إن في آخرة. المرعب إن الإنسان يقبض روحه وهو على ذنب والعياذ بالله، أو قاطع فرض من فروضه، أو زعلان على حاجة ملهاش معنى. تخيل بقى حد كده يتقبض عليه وهو في لحظة غضب أو ظلم أو ندم، أو هو بيعمل حاجة هو عارف إنها غلط. اللحظة دي بتتكتب خلاص. لكن في نفس الوقت يوم الوفاة ممكن يبقى أجمل يوم في حياتنا كلها. امتى بقى الكلام ده؟ لو كنت مستعد ليوم انتقال، يوم ميلاد جديد للروح، يوم بينتهي فيه كل وجع الدنيا وتتفتح فيه أبواب الجنة، وتسمع بقى أبشري أيتها النفس المطمئنة كانت في جسد طيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. تخيلوا يا جماعة الكلمة دي، رب راضي. أكبر نعمة مش إنك تدخل الجنة، أكبر من نعمة إن ربنا يكون راضي عنك. تخيل إن يوم وفاتك يكون بداية النعيم، ما يكونش نهايته. اليوم ده يا جماعة محدش بيعيشوا لوحده، الناس اللي حواليك كلها هيحصل لهم كده. اليوم ده مش احنا بس اللي هنعيشه، مش انت بس اللي هتعيشه، كلنا هنعيشه. الناس اللي حوالينا هيمشوا ويسيبونا، طبعا ده مش اهمال منهم، لا، دي سنة حياة. الكل هيرجع لبيته لشغله دنيته، بس احنا او انت او المتوفي مش هترجع للدنيا تاني. ليه؟ لانك هتروح لدار تانية لا فيها وجع ولا خوف ولا فيها منافسة ولا حسد ولا تعب، ما فيهاش حاجة هعمل ده بكرة، ما فيهاش فرصة وتتعوض ولا احاول اصلح ولا الكلام ده. ليه بقى؟ لان الدنيا بابها بيتقفل والاخرة بابها بيتفتح، بس اللي بيفرق انت داخل من انهي باب. تخيلوا ان كل سجدة سجدتها مهما كانت بسيطة هتمشي قدامك في الطريق، هتنور لك قبرك. كل استغفار قلته بإخلاص
حتى لو قلته وانت متضايق ومتزربن وزعلان، ربنا بيرفعه. كل صدقة خبتها هي اللي هتدخل قبلك قبرك وتفرشه نور. كل دمعة خوف من ربنا سبحانه وتعالى، كل مرة سامحت فيها حد، كل مرة اتحملت، كل مرة قلت يا رب حتى لو كنت مكسور، كل ده هتلاقيه مستنيك. ولو فكرت بصدق هتلاقي ان اليوم ده مش مرعب ابدا. اللي مرعب اننا نعديه او نوصل ليه واحنا مش جاهزين. دايما بنقول لسه هصلي، لسه هتوب، لسه هتصلح، مع ان الموت مش بيبعت رسالة، ده بيجي بغتة فجأة في لحظة مش متوقعة، في وقت يمكن نكون فيه نايمين، ماشيين، قاعدين بنضحك، قاعدين على تليفوناتنا. علشان كده لازم نسأل نفسنا كويس، لو اليوم ده جه دلوقتي يا ترى انا هكون مرتاح ولا هقول يا ريتني؟ تخيلوا لو في اللحظة اللي النفس بيطلع فيها بصعوبة تلاقي قلبك بيهدى، سبحان الله، يحس بالأمان، لأنك عارف إنك حاولت. مش شرط تبقى ملاك، ربنا مش طالب الكمال، ربنا سبحانه وتعالى طالب الصدق، إنك تتوب بجد، تحاول تهدى، تسامح، تتقي الله، حتى لو لحظة صغيرة، بس لازم تكون ثابتة. عايزين يا جماعة نبدأ من دلوقتي، كل يوم نعتبره استعداد ليوم وفاتنا، كل ركعة، كل ذكر، كل مرة تمنعوا فيها نفسكم عن معصية، كل كلمة طيبة، كل مرة تضغطوا فيها، دي مش حاجات صغيرة، دي جبال من الحسنات. ولو جه أخطر يوم واحنا عاملين اللي نقدر عليه مش هنخاف أبدا، بالعكس هنحس إننا رايحين بيتنا الحقيقي، المكان اللي اتخلقنا ليه، المكان اللي هنرتاح فيه بجد إن شاء الله. في آخر كلامنا، يا رب اجعل يوم وفاتنا خير أيامنا، اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب. اللهم اجعل خروج روحنا خروج هين لين، احشرنا يا رب مع النبيين والصديقين والشهداء من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. شكرا جدا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.